تعالوا نجيب الحكاية من أولها، من قبل ما القصر يتبني حتى. بطل حكاية النهاردة هو البارون إدوارد إمبان. اتولد سنة 1852 في بلجيكا، وهو مهندس ومؤسس مشاريع ضخمة لدرجة إنه بذل مجهود كبير جدا لبناء مترو في مدينة باريس، وده اللي خلى الملك الفرنسي بنفسه يديله لقب البارون، واللقب ده معناه فارس أو شخص نبيل. وكان معروف عن البارون إدوارد إنه بيحب السفر جدا، وسافر لمعظم دول العالم. وفي رحلة من رحلاته وهو في الهند جاله مرض شديد جدا، والهنود وقتها اهتموا بيه وقدموا له الرعاية والعلاج الكافي لحد ما رجع لطبيعته، وده اللي خلاه يتعلق بالهند وبشعبها. وبعد ما قعد في الهند فترة قرر انه يسافر لبلد تانية، وجاه اختياره على مصر بسبب حضارتها وتاريخها. واول ما يوصل مصر يتعلق بيها ويحبها حب شديد لدرجة انه قرر يستقر فيها، وكان موصي انه حتى لو مات في اي بلد تانية يدفن في ارض مصر. وبما انه هيستقر في مصر خلاص، قرر انه هيبني القصر اللي هيعيش فيه، واختار مدينة مصر الجديدة حاليا عشان يبني فيها قصره، عشان كانت عبارة عن هضبة مرتفعة. وقرر انه يبني قصره على الطراز الهندي كنوع من انواع الشكر للشعب الهندي على اللي عملوه معاه. وتم بناء قصره سنة 1911، وكان قصره عبارة عن تحفة معمارية، وكان كل اللي يشوف القصر بينبهر بتصميمه وبشكله وبحجمه. وكان جايب تحف من كل دول العالم، وفي برج في القصر مبني على تروس بطريقة معينة بتخليه يلف لفة كاملة في مكانه كل ساعة. يعني البارون وهو قاعد في قصره يقدر يشوف القاهرة كلها، ودي كانت حاجة عجيبة في وقتها. احنا بنتكلم عن سنة 1911، وكان في أوضة تحت القصر محاطة بالمرايات من كل جانب، والبارون كان مانع تماما ان اي حد يقرب منها، وكان بيقعد فيها لوحده بالساعات. واكتشفنا بعد كده ان في نفق بيربط بين القصر وكنيسة البازيليك، وكان عايش البارون في القصر هو وعيلته من غير اي مشاكل لحد ما جت اللحظة اللي غيرت كل حاجة.